السلام عليكم. احسن افتتاح داز في التاريخ ديال كره القدم، احسن من الافتتاح ديال قطر واحسن من اي افتتاح اخر. باش بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا نقولوا الصراحه هذا احسن افتتاح كان في التاريخ. علاش؟ فكروني اول حاجه شكون اللي كان قال هذه المقوله هذه، لانه كاين شي حد كان قال انه راه في الافتتاح ديال الشام غيكون احسن من قطر. ذكروني الله يرحم لكم الوالدين في لي كومونتير، لانه بصح والله ما عقلتش عليه شكون هو. ما عليناش، نمشيو هذا الافتتاح هذا اشنو وقع فيه، اشنو طرا. كاينين بزاف الهفوات وكاينين بزاف الاشياء جميله، غنذكروا كل شيء الايجابيات والسلبيات. ما تنساوش ديروا جيم كومونتير وبارطاجيو، تابونوا في لاشين ولا لاباج فيسبوك. في المغرب كنقولوا خصك تكون قد فمك قد دراعك، ولكن للاسف البعض كيكون فمو كبر من دراعه وفي اخر المطاف كيبقى يخرج باش يدير لنا التبريرات. الحفل كان بسيطا جدا جميلا جدا على قد الحال ديال الشام. ما الشام اصلا ما كيحتاجش شي حفل افتتاح يكون كبير وكبير جدا، الى حد هنا ما كاينش مشكل. ولكن فاش كيخرجوا الناس كيقول لك حفل الافتتاح وتنظم وداك الشيء عالمي ومثالي هنا كيكون المشكل. على اين انا بالنسبه لي ما عندي حتى شي مشكل مع الافتتاح، مزيان اللهم يسر الى اخره. ولكن عندنا ملاحظات جيده وفي محلها واللي خصنا نناقشوها بيان سور. اول حاجه كنبغي نشكر خوتي الجزائريين لانهم عرفوا ان المغاربه ما حضروش وانه الحكومه ديالهم ما حضراتش، فالمنظمين اختاروا انهم يمثلونا بجوج الحوايج. اول حاجه ماشي جوج، اكثر من جوج. اول حاجه هي الدرابو بقى حاضر وهذا بز منهم لانه ماشي اختياري، لانه الكاف كتلزم على جميع الدول اللي مؤهله انك تحط لها الدرابو ديالها واخا ما يكونش. ثاني حاجه هي انهم شكرا لكم جزيلا لانكم حطيتوا الزليج المغربي الاصيل كخلفيه من وراء كل المتحدثين، فبالتالي وصلتوا رسالتنا للعالم بانه الزليج المغربي هو مفخره للجزائر. ثالث حاجه اللي بغي نقولها هو انه قناوه والاغاني الا رجعتوا شويه غتلقاو شي حاجه مغربيه اصيله تما ودخلتوها. ما علينا، شوف بصحه وراحه هذاك الشيء اخويا خذوه بصحتكم وراحتكم. ولكن اللي بغيت نفهم علاش نظام الكبرانات دائما كيحاول يخشي شي حوايج في وسط اي تظاهره في اي حاجه. علاش نظام الكبرانات ما كيقدرش انه يدافع في الامم المتحده على البوليساريو والشاب ديالهم، وكيجي حتى بحال التظاهره هذه وكيجيب الحفيد ديال نيلسون مانديلا وكيقول ليه شنو غتقول. علاش؟ لانه رجعت لجميع المواقف ديال هذا الحفيد ديال نيلسون مانديلا، جميع المقالات اللي كنلقى فري بالستين فري بالستين، فاهمين؟ فلسطين حره، من غيرها ما كنشوف حتى شي حاجه اخرى، من غيرها ما كاش. وكنجي كنشوف اليوم شنو كيقول، كيدوي على الصحراء المغربيه، سماوها كيف ما بغى يسميها، الصحراء المغربيه، وكيتكلم عليها وكيقول لك حره. الله يرحم لكم الوالدين، هذا الشيء هذا اللي درتوه نظام الكبرانات هو غيكون ضدكم مليار في المية. فخلينا من الغباء ديالكم وانكم تمسكتوا بالقرار ديالكم واللي عارفين انه غيخسركم تنظيم الكان ديال 2025، زدتوا ورطوا راسكم بواحد الخطاب سياسي داخل حفل الافتتاح. وكتعرفوا ان السياسه تتعارض مع الرياضه. الا غتكلم على فلسطين الشيء اللي العالم كله يتعاطف معه، ولكن ملي كتجي في قضيه الصحراء المغربيه غتقارن غير عدد الدول التي تعترف بمغربيه الصحراء او لا تدعم الحكم الذاتي وهو اعتراف ضمني بمغربيه الصحراء، غتلقى عددهم اكبر ممن يعترفون بجمهوريه الوهم. فبالتالي انتم دخلتوا السياسه في الرياضه مره اخرى وغتاكلوا العصا فيها. عقلوا على كلامي، راه ديما كنقول لكم شي حاجه قبل ما توقع، وكنتمنى هذا الشيء هذا ما غيوقعش الا الا كان فوزي القجع غيستغل هذا الموقف هذا. وهذه رساله من هنا لفوزي القجع باش انه يدخل في هذا الشيء هذا ويديروا. مفاهمين؟ ثالث حاجه اللي غنتكلموا عليها هي التجاوب ديال الجماهير والجماهير اللي كانت حاضره اليوم في ملعب نيلسون مانديلا. وعلى ذكر نيلسون مانديلا وكاين واحد المجموعه من الكذب اللي غندير فيديو غدا عليها ان شاء الله وغنوضح داك الشيء. شوف بالدليل، راه كتعرفوني ما كنجيبش شي حاجه الا بالدليل، ما كنجيش وكنقول لكم شي حاجه بالتخربيق. فبالتالي غدا غنجيبوا الدليل على نيلسون مانديلا والعلاقه ديالو والكذوب اللي قالوا سواء الرئيس الجزائري سواء الكذب اللي كيزوروه الناس في التاريخ. تزور التاريخ ولا امر سهل جدا جدا. النقطة الأخرى اللي بغيت نتكلم عليها هي الجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري كان معمر الملعب، الجمهور الجزائري كان كيشجع طيلة المباراة وخلال حفل الافتتاح. واخا كان عدم التفاهم في الأول، وماشي عدم تفاهم، لا كان الحماس كان زايد بزاف، مما خلى انهم يعني موتسيبي كيحاول انه يقول السلام عليكم باش يردوا عليه ويسكتوا في نفس الوقت هو يبدا، وهما كانوا غير كيغوتوا ويحتفلون. برافو عليهم، برافو الاخوان الجزائريين اللي دخلوا شجعوا، برافو لهم داك التيران الزوين اللي جلسوا فيه. ساعه الملعب 40,000 على ما اظن، و40,000 كانت عامره. هذا الشيء اللي كاين. حاجه اخرى اللي بغيت نقولها في الاخير هي حفيظ الدراجه. حفيظ الدراجه تكلمت عليه ولكن ما يمكنش كل مره نبقى نتكلم عليه نخصص ليه فيديو كامل. راه الجواب جاوبته هذه المره في التعليق غتشوفوه هنايا لتحت، فما كاينش لاش نهضروا. يحاول الايهام، دائما كيكذبوا على الناس. وهذه القضيه ديالو انه كيخرج واحد 3 مرات ولا 4 ويتكلم على الموقف ديالو او موقف الدوله الجزائريه مما حصل مع اللاعبين المغاربه، هذا بحد ذاته كيبين انه كاين ضعف وكاين خوف من القرار وما سيترتب عنه، وتمهيد انهم بداو نقولوا هذا الشيء هذا باش الجمهور الجزائري وقت اللي يخرج شي قرار ما يقولوش ما يلوموش الحكومه الجزائريه، وانما يقولوا راه المغرب دار. فاهمين؟ كنتمنى الفيديو درت قصير على قبلكم، وان شاء الله بدا الفيديو يكون مخصص لنيلسون مانديلا المناضل الكبير في افريقيا وماذا قال وما هي حقيقه مجموعه من الامور بالدليل والبرهان. هذا انا سأحييكم، تهلاو لي في راسكم، نتلاقاو غدا ودائما نبقاو نتكلموا على الشان طيله هذه الايام حتى يسهلي، ولكن غنحاول نزيد نديروا فيديوهات اخرين كيخصوا اشياء اخرى. هذا انس، تهلاو، ما تنساوش دير جيم كومونتير بارطاجي وتابعونا في لاشين ولا باج فيسبوك.